إيه هو التسويق؟ التسويق هو علم رائع بنمارسه كل يوم في حياتنا بدون ما نحس بكده، ولما هتتعمق فيه شوية هتكتشف إنك محتاج التسويق في كل يوم في حياتك. أنت لما بتتكلم كويس مع الناس أو بتلبس حلو أو بتطور نفسك في أي مجال من مجالات الحياة، فأنت كده تكتسب ميزة تنافسية بتنافس بيها، ودي مهارة تسويقية بتستخدمها علشان تسوق لنفسك. لما بتتكلم أو بتتعامل مع الناس، يا ترى بتكلمهم كلهم بطريقة واحدة أو أسلوب واحد؟ لأ طبعا. أنت بتعمل تقسيم للمجتمع بتاعك: أهلك، قرايبك، أصحابك، زمايلك في الجامعة، صحابك في النادي. وبعد التقسيم اللي بتعمله ده بتستهدف كل شريحة حسب صفاتها وسلوكها، وأنت بتكون عاوز تظهر بصورة مختلفة لكل شريحة من دول. فمثلا تظهر في صورة المطيع في البيت، والرياضي لأصحابك في النادي، والاجتماعي مع زمايلك في الكلية، والمجتهد في دراسته لأستاذه في الجامعة، وهكذا. وكلها مهارات بتتعلمها في التسويق في الاستراتيجية التسويقية. حتى لما بتيجي تدور على شغل بتدور الأول على احتياجات الشركات والسوق، وبجانب ده بتعمل لنفسك تحليل داخلي، وعلى أساس المعلومات اللي بتلاقيها عن السوق وعن نفسك بتطور نفسك وتحط سعر مرتب متوقع المفروض تاخده من الشركات دي، وبتحاول تعمل لنفسك دعاية علشان الشركات تشوفك وتختارك عن غيرك. وبالتالي التسويق هو العلم اللي ما ينفعش تندم انك اتعلمته في يوم من الايام، لانك لما بتتعلم التسويق بتتعلم معاه مهارات النجاح، مهارات التخطيط، مهارات التواصل، مهارات التفاوض، مهارات العرض والتقديم والإقناع، مهارات التفكير وحل المشاكل، وكل المهارات اللي بتساعدك علشان تقدر تسوق لأي حاجة بتقدمها. وللأسف التسويق دخل بلادنا متأخر، ولما دخل كنا ما بين طرفين متناقضين كرهونا في التسويق. طرف بيعلمك التسويق على إنه علم نظري وشوية تعريفات ونظريات بتتحفظ، وطرف تاني هو الشركات اللي مش فاهمة أو مستوعبة دور التسويق، وبتشوفه يا إما بيع أو مجرد إعلان، وبتطبقه بفهلوة بعيد كل البعد عن التسويق بمفهومه الواسع الشامل المبدع اللي مليان أفكار ودراسة وتخطيط. أولا التسويق مستحيل يبقى ولا عمره كان علم نظري، لأن ببساطة علم التسويق اتحط في الكتب لما خبراء التسويق واللي بيكتبوا فيه لقوا إن الشركات عملت حاجات ساعدتها علشان تكون ناجحة وتحقق مبيعات وأرباح ونصيب سوقي وحب من الناس كبير، فجمعوا الأفكار والاستراتيجيات اللي تبعتها الشركات ديت وعملوها في علم سهل بسيط شيق وممتع جدا اسمه التسويق، كله حالات وأفكار. يعني باختصار اللي حصل إن التسويق حاجة عملي ناجحة جدا، خبراء التسويق حطوها لنا في الكتب والمحاضرات علشان نستفيد منها، وتختصر علينا الوقت والمجهود اللي هنعمله علشان نجيب الأفكار والاستراتيجيات الناجحة دي. مش العكس زي ما كتير متخيل، إن في ناس قعدوا يألفوا كتب ويخترعوا نظريات ومصطلحات نظرية مملة. الحاجة التانية إن التسويق مش هو البيع، ولا هو الإعلان، ولا هو مكالمة بيع العميل، أو إنك تعمل صفحة على الفيسبوك عليها صورة المنتج بتاعك. كل دي أشكال تسويقية، لكن التسويق مش هو الأشكال دي بس. التسويق عملية أكبر بكتير جدا. التسويق هو عملية النجاح الشاملة اللي بتبدأ من أول وجود الشركة وهي بتدرس السوق وبتعرف احتياجات العميل، وبيشمل بعد كده وضع استراتيجية تسويقية عبقرية تضمن ليك تحقيق كل الأهداف التسويقية اللي بتحلم بيها. وبعد كده برامج تسويقية مبدعة جدا بتشمل تطوير المنتجات والخدمات وتسعيرها وتوزيعها والدعاية والترويج ليها، وبتنتهي بإن الشركة تحافظ على العلاقات المربحة القوية مع العميل مدى الحياة. طيب التسويق فن ولا علم؟ بمعنى أصح، هل في إنسان مولود بطبيعته بيعرف يمارس التسويق لمنتجاته وخدماته ببراعة، ولا إنسان بيتعلم أصول التسويق علشان يعرف يسوق؟ خلينا نفترض قصة لكنها واقعية بتحصل كل يوم حوالين العالم، وهي إن كان في راجل جاهل ما دخلش مدارس ولا درس إدارة أعمال ولا التسويق في الكتب والجامعات، وهو ماشي في منطقة سكنية لاحظ إن أهلها بيروحوا المخبز بعيد لشراء احتياجاتهم من العيش، فبدأ بالتفكير في الموضوع ده وملاحظته كويس. ودي اللي معروف في التسويق باسم الملاحظة، وهي طريقة من طرق البحث التسويقي، والبحث التسويقي هو أول خطوة في التسويق. قرر الراجل الجاهل نظريا تطوير منتج يناسب احتياجات العملاء أهل المنطقة السكنية، فكان بيشتري العيش من أماكن تصنيعه ويبيعه في المنطقة. لكنه لاحظ إن أهالي المنطقة مختلفين في المستوى، فمنهم اللي ساكنين رئيسيين طبقة ذات دخل عالي، ومنهم الموظفين والعاملين ودول دخلهم منخفض نسبيا،
ومنهم حارس العقارات، ده دخلهم منخفض، ولأنه كان بيبيع في الشارع في الأول فاستبعد شريحة الساكنين الرئيسيين من خطته، وركز على توفير منتجه لشريحة العاملين وحارس العقارات وبسعر وجودة مناسبين. وعلشان يشجع المشترين والعملاء على الشراء أكتر، كان بيحدث باستمرار عروض البيعية ويخفض سعر الوحدة من المنتج في حالة شراء كميات. ولو اتبقى معاه اللي معرفش يبيعه في نهاية اليوم، ممكن يروح للعقارات مباشرة ويحاول إنه يبيع المنتج بتاعه بطريقة البيع الشخصي. وكده بتستمر قصة الراجل الجاهل اللي معرفش حاجة عن التسويق علشان يثبت لنا إن التسويق هو فن مش علم، لكنه في الحقيقة ما قدرش يثبت لنا كده 100%. وده لأن علم التسويق هدفه تنظيم الفن ده ووضعه في شكل علمي علشان يقدر يعالج أي حالة تعترض المسوق بشكل منظم ودقيق. وببساطة شديدة، لو كان عندك المقدرة والموهبة في التسويق، فالمهارة والموهبة ديت مش هتتم بدون صقلها بالعلم. ولو حسيت إنك مش عارف تلاقي الطرق المبدعة والمبتكرة في التسويق، فالحل موجود، اتعلم التسويق ومارسه باستمرار وهتبقى بارع فيه. خلينا بقى نتكلم عن الفرق ما بين التسويق والمصطلحات التانية. كتير من الناس لحد النهاردة مش عارفين يفرقوا ما بين التسويق ومصطلحات تانية تسويقية، لكن مش هي التسويق. وطبعا أشهر حالات اللخبطة ديت، التسويق هو البيع. ممكن يبقى البيع هدف من أهداف التسويق، وممكن يكون أداة من أدواته، لكن مستحيل يكون البيع هو التسويق أو التسويق هو البيع. دي نظرية غلط تماما، ما فيهاش أي قدر من الصحة، واللي دخلتها هي الشركات اللي بتشتغل بمنطق الفهلوة التسويقية، واللي بتكلمك تقولك في وظيفة تسويق متاحة في الشركة، تسألها علشان تتأكد تقولك بس انت عاوز تعرف بالظبط هي تسويق ولا بيع، ويكون الرد تعالى بس ما الاتنين واحد. أول لما تقول لحد إنك بتشتغل في التسويق، فيتخيل منظرك وانت نازل مبهدل من الأتوبيس شايل على ظهرك شوية حاجات هتلف بيها على الشركات والبيوت. هي الناس كرهت التسويق من شوية. دلوقتي أنا هديك مثال بسيط يوضح لك الفرق ما بين التسويق والبيع. لو حاولت أقدم لك قلم مقابل سعر معين، العملية البسيطة ديت اسمها بيع. ولو قدمت لك القلم وسألتك عن رأيك في القلم والاحتياجات اللي انت عاوزها في القلم، فقلت لك عاوز قلم لونه كذا وشكله كذا وإضافات كذا لتحسين جودة القلم بالنسبة ليك ولشغلك، أخدت الدراسة والمعلومات اللي انت اديتها لي، فطورت قلم طبقا للاحتياجات دي، وعملت تسعير يناسبك ويحقق في نفس الوقت الأرباح، ووزعت القلم في أماكن توزيع مناسبة ليك، وبدأت أعمل دعاية للقلم. وبعد ما اشتريت مني القلم، بدأت أحافظ على العلاقة المربحة معاك علشان تكون عميلي مدى الحياة. العملية دي كلها اسمها تسويق. والبيع مش علم وحش ولا يقلل من قيمة اللي بيشتغلوا، لكنه جزء بسيط جدا من التسويق والعملية التسويقية بمفهومها الشامل المتكامل اللي هتتعلمه في الكورس ده. التسويق ممكن نشوفه على إنه المخ اللي بيفكر ويخطط ويدرس ويدي تعليمات النجاح للشركة. أما البيع فهو عضلات بتنفذ كتير من أهداف التسويق والترويج بشكل خاص، زي إقناع الناس علشان يشتروا المنتج. خلينا في مثال قلم علشان نفهم شوية مصطلحات تسويقية مهمة جدا هتشوفها بالتفصيل في الكورس ده. اتفقنا إنك لما تدي القلم لشخص مقابل فلوس، دي عملية بيع بسيطة. ولما درست المستهدف من عملية الشراء وعرفت احتياجاته، فأنت عملت بحث سوقي، ماركت ريسيرش. وفي البحث ده ممكن تكون ما قدرتش تجمع كل المعلومات اللي انت محتاجها، فنزلت بنفسك تسأل الراجل اللي أخد منك القلم عن احتياجاته وتفضيلاته في القلم. الجهد المنظم ده اسمه البحث التسويقي، ماركتين ريسيرش. لو عاوز تعمل ترويج أو دعاية لمنتج بروموشن، هتدفع فلوس مقابل إنك تاخد مساحة في جورنال أو برنامج في التلفزيون تتكلم فيها على المنتج بتاعك ومزاياه، ده اسمه الإعلان، الأدفرتايزن. أو لو ليك علاقات كويسة مع أصحاب الجورنال أو حد بيكتب مقالات فيه أو مقدم برنامج في التلفزيون، واتفقت معاهم يتكلموا عن المنتج بتاعك ومزاياه للناس من غير شكل إعلاني ومن غير مقابل مادي، يبقى كده أنت بتستخدم العلاقات العامة، البابليك ريليشنز، علشان تروج للمنتج. ولو عملت شوية عروض وتخفيضات أو سحوبات على جوائز أو اديت هدايا مع المنتج، يبقى أنت كده بتستخدم أداة عروض البيع، السيلز بروموشنز، وده علشان تشجع الناس تشتري، وهي برضو أداة من أدوات الترويج والدعاية. طيب خليت ناس عندك في شركة ينزلوا ويقنعوا ويبيعوا القلم للراجل، ده اسمه بيع شخصي، personal selling، عملية البيع التقليدية. والبيع الشخصي ده أداة من أدوات الترويج والدعاية، والدعاية هي جزء من البرامج التسويقية، والبرامج التسويقية هي جزء من العملية التسويقية. عرفت بقى إن البيع جزء بسيط جدا من التسويق. ولو أنت بتنزل القلم في المكتبات ومنافذ التوزيع المناسبة للراجل ده،
علشان يقدر يلاقي القلم بسهولة ويشتريه، يبقى أنت بتعمل توزيع placement. لكن لو قررت إنك هتبيع القلم ده بشكل مباشر من المصنع للناس على طول، يبقى أنت كده بتستخدم التسويق المباشر الدايركت ماركتنج. ولو عملت ويب سايت تبيع من خلاله القلم، يبقى أنت كده بتستخدم التسويق الإلكتروني الإي ماركتنج. واضح إنك في الحالة ديت بتبيع القلم بشكل مباشر للناس بدون وسيط. بكده يبقى التسويق الإلكتروني ده جزء من التسويق المباشر. دي شوية مصطلحات الناس البعيدة عن التسويق بتتلخبط فيها، وفي الكورس ده بحاول أوصل لك أغلب مصطلحات وأدوات التسويق بشكل بسيط ومنظم، علشان اللخبطة دي تروح وتبدأ تبني علمك التسويق على أساس صح ومنظم. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن العملية التسويقية، وهنشرحها بشكل بسيط جدا وسهل. ولحد ما نشوفك الفيديو اللي جاي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد أول بأول. السلام عليكم.